السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. ابن الفنانة الراحلة نعيمة سميح يخرج عن صمته بعد إعلان تكريمها بفرنسا. في خطوة أثارت الكثير من الجدل، خرج شمس الدين بن قايد نجل الفنانة المغربية الكبيرة الراحلة نعيمة سميح ببيان رسمي على حسابه في فيسبوك كي يوضح الموقف ديالو من التكريم اللي تعلن عليه مؤخرا في فرنسا بسبب والدته. شمس الدين عبر عن رفضه القاطع لهذا التكريم، مؤكدا أن أي احتفاء باسم والدته خاص يتم بموافقته الشخصية، بحكم أنه هو المسؤول القانوني على الإرث الفني ديالها. وقال بالحرف: سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها الأدبية والفنية، بما فيها المتابعة القضائية أمام الجهات المختصة حاليا ولاحقا. هذا التصريح جاء بعدما تنشرت ملصقات التكريم بدون أي تنسيق مسبق أو تصريح رسمي من العائلة، الشيء اللي خلق حالة من الغضب ودفع الابن للمطالبة باحترام الإرث الثقافي الكبير ديال والدته ومكانتها البارزة في الساحة الفنية المغربية والعربية. للإشارة، الفنانة نعيمة سميح توفات يوم 8 مارس اللي فات، وخلات وراها رصيد فني زاخر بصوتها الفريد واختيارها الراقي للكلمات والألحان، الشيء اللي خلاها واحدة من أيقونات الأغنية المغربية والعربية.